باستغرب أوي من الفئة الأهلاوية. هو مثلًا لو في واحد طلع وقال كلمة عليهم، تلاقيهم طلعوا بلجانهم بكل شيء زي التتار، يطلعوا يشوهوا صورة الشخص، يتكلموا في حتى لو في عرض الشخص بيتكلموا، المهم بيخلّوا وجهة نظرهم تبقى هي اللي موجودة واللي ظاهرة، والرأي بتاعهم هو اللي بيمشي. طيب لمّا معالي المستشار تركي الشيخ بيطلع وبيقول كلمة مثلًا على الأهلي أو يقول تصريح يدين الأهلي أو وِحِش في حق الأهلي أو جماهير الأهلي، مضبوط؟ ما بالاقيش حد منهم بيطلع، إيه السر في كده؟ يعني أنا نِفْسي أسأل بعض الأهلاوية ليه ما بتردّوش على المستشار تركي الشيخ؟ هل بتخافوا منّه؟ هل هو ماسك عليكم زِلّة؟ هل عينيكم مكسورة قدّامه؟ يعني أنا مستغرب، حتى الإدارة، يعني حتى مثلًا تلاقي مثلًا واحد زي المتحدث الرسمي أحمد شوبير أو عدلي القيعي أو المنيسي، ال3 دول مثلًا، دول بيدافعوا عن الأهلي بضراوة. لمّا بييجي مثلًا المستشار يتكلم كلمة والّا حاجة، ما بالاقيلهمش وجود، ما بيتكلموش حتى في الموضوع ولا بيذكروه. وييجي واحد مثلًا زي عادل القيعي يقول لك إيه دوري الوفا ودوري الهمزة واللمزة والتاني يقول بالأهاتي ويقول كلام حاجات طبعًا سوقية ما يصحش إن إحنا نقولها، لكن برضه هارجع لنفس السؤال، أنتم ليه مش بتردوا عليه؟ حلوة دي، ليه مش بتردوا عليه؟ يا ريت لو لقيتوا إجابة قولوا لي.